ادي الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها، خلطة تحفة جدا جدا جدا، هتحافظ على ريحة جسمك طول اليوم. انا بحطها وبروح الشغل وبرجع، ريحة جسمك تفضل ناعمة وجميلة بريحة المسك اللي فيها تحفة جدا. جربوا الوصفة وان شاء الله تدوقوا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا احلى الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وافضل حال، اللهم امين. فيديو جديد على القناة. هنعمل النهاردة وصفة تحفة جدا للناس اللي بتعاني من ريحة العرق او بتعاني من ان ريحتها مش حلوة جدا في الصيف. فالوصفة دي ان شاء الله باذن الله هنعملها. بصوا يا حلوين، ده مكعب مسك. الوصفة النهاردة معتمدة عليه. فده مكعب مسك بيجي من عند اي حد عطار او اي حد بتاع مستلزمات تجميل. سعره مش غالي يعني، سعره رخيص، بس ده كان جاي من السعودية، انا بستخدمه على طول. فده كان جاي من السعودية كده، ريحته حلوة جدا، ما تختلفش يعني عن اللي موجود هنا، الاتنين ريحتهم جميلة. ده بقى زيت جونسون، ده تاني حاجة معانا زيت جونسون. انا كنت جايبة الازازة دي وكنت موديها عند بتاع العطور، وحطت لي عليها زيت عطري. حابة تحطي زيت عطري معاهم مش مشكلة، يعني مفيش مشكلة، حابة تخليه لوحده تمام جدا. وبعدين جبت شبة مطحونة. الشبة دي احنا كنا بنستخدمها من زمن الزمن، يعني والدتي يا ربنا يبارك لها يا رب، من وانا طفلة كانت بتجيب الشبة دي لوحدها كده من غير اي حاجة، وكنا بنحط منها في الاندر ارم يعني. كانت بتحافظ جدا على ريحتنا، وكانت بتخلي ريحتنا ما فيهاش ريحه وحشه يعني. فالشبه طبعا من الحاجات الاساسيه جدا في الوصفه دي، لان هي هتمنع اي ريحه عرق. اما المسك فهو هيديكي ريحه حلوه. والزيت العطر طبعا ترطيبه كده. الزيت جونسون على ريحه جسمك من اي ريحه وحشه. هنا بقى خلطتهم كده خلاص، وده بقى الشكل النهائي للكريم بتاعي. عايزه اقول لكم ان والله كان قالب ريحه الاوضه. بصوا يعني بوريكم قد ايه هو سلس على الجسم، مش هي ما فيهوش اي مشاكل خالص. بتحطي منه بقى كده وبتسيبيه طول اليوم عندك. بس طبعا يعني يا ريت يفضل ان انتي قبل ما تحطي منه تكوني واخده شاور كده متين، وبعد كده تحطي منه بقى في الاندر ارم عندك. صدقيني هيخلي ريحه الاندر ارم تحفه. هتحبي اصلا انتي تشمي نفسك كده كل شويه عشان تشمي الريحه الحلوه دي. دي حاجه اضافيه بقى من عندي. مسك الطهاره ده، انا عندي ازاز مسك الطهاره، بتضيفي بقى نقطة منها هتخلي طبعا ريحة يعني مسك الطهارة معروف ان هي بتدي ريحة قوية جدا للمكان، وبتخلي ريحته كده جميلة يعني. تحطي شوية مثلا من اي مزيل عرق عندك، او ان انتي تحطي مية ورد مثلا عندك. كل دي اضافات، انما الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي هي الحاجات الاساسيه. حابه ان انت ما عندكيش مثلا زيت جونسون وحابه تحطي كريم مثلا، اي كريم عندك مفيش مشكله برضو. حابه تحطي اي زيت عندك، اي نوع زيت عندك يكون بيرطب جسم وانت بتحبيه برضو مفيش اي مشكله. دول انا بستخدمهم على طول بقالي كتير جدا. اول ما الصيف بيجي بعمل الوصفه دي وبتفضل معايا طول الصيف، بتخلي ريحه جسمي والله زي ما بقول لكم ريحته ثابته جدا 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 وتحفه. جربوها وان شاء الله مش هتندمي. ما تنسونيش في لايك حلو من ايديكم، ولو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا فيها فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله.